السلام عليكم خوتاتي ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي الوصفة ديال الدنجة المعمر بواحد الحشوة اللي جد سهلة واقتصادية. كما كتشوفوا قسمت الدنجل على جوج وبديت كنخوي فيه لداخل، حيدت له هذاك اللب ديالو. هذاك اللب ديالو ما كنرموش، كنخلوه بجيه باش من بعد كنحتاجوه. خواتاتي ما تنساوش تشتركوا في القناة وتبارطاجيو القناة مع العائلة ديالكم وصحاباتكم باش تكبر العائلة، ونزيد نحط لكم لي فيديو. وما تنساوش ديروا جيم، واللي جربت هاد الوصفه تقولها لي في لي كومونتير. الوصفه جد سهله واقتصاديه للعشاء ولا الغداء، كتجي خفيفه. كما كتشوفوا راني كنكمل في داك الدنجال كنخويه كامل. درت جوج دنجالات. من بعد ما خويته كامل غادي نجيبو زيت زيتون، غادي نرشوه بزيت زيتون، غادي ندوزو عليه لداخل، نعمروه لداخل بالزيت زيتون، ماشي نعمروه غير نرشوه هكذا. من بعد ما رشينا بزيت زيتون غادي نرشوه بالملح، من بعد غادي نرشوه بالفلفل الكحل اللي هو الابزار. من بعد ما رشيناه بالفلفل الكحل اللي هو الابزار غادي نديروه في الفران. انا درته في اير فراير، ولكن نتوما تقدروا ديروه اللي ما عندوش اير فراير يقدر يديروه في الفران. انا في الاول كنت نديروه غير في الفران. ولا غادي ندخلوه في الفران حتى يتحمر مزيان. انا درته في اير فراير، غادي ندخلو في اير فراير حتى يتحمر. من بعد غادي نجيو عند هذاك اللب ديالو لداخل، غادي نقصوه رقيق اللي حيدنا منه، غادي نقصوه رقيق. هذه هي الحشوه ديالو، غادي نديرو باللب ديالو. من بعد غادي نكملو الكميه، غادي نقصو كامل. من بعد غادي نجيب واحد المقله نديرو فيها زيت زيتون، 3 ولا 4 ديال المعالق ديال زيت زيتون. من بعد غادي نجيب اللب ديالو ولا الداخل ديال الدنجال اللي حيدناه وقصيناه رقيق. غادي نديرو شويه ديال الملحه، وغادي نديرو شويه ديال الابزار. من بعد غادي نخليوه يتقلى، غادي نغطيوه عليه ونخليوه يتقلى. من بعد ما طاح علينا هذاك الدنجال غادي نزيدو عليها الكفته، غادي نخليوه يتشحر مزيان. من بعد غادي نزيدو عليه الزعتر، كيجي ولا اروع بالزعتر، كتجي فيه واحد البنه. غادي نخليوه يتشحر على خاطرو. هكذا كيجي الدنجال من بعد ما تحمر في الاير فراير ولا في الفران. بعد كنجيبو هذيك الحشوه هذيك من بعد ما طابت لينا وتشحرت مزيان، وكنعمرو به هذاك الدنجال اللي خرجناه من الاير فراير.
فوالا كما كتشوفوا غادي نكمل معكم الكميه. انا درت هنا غير 2، من بعد غادي نكمل الاخرين. فوالا من بعد ما عمرناه غادي نجيبو الفرomاج غابي وغادي نديرو فوق منه، غادي نديرو واحد الكميه محترمه. انا كندير عليه الفرomاج غابي ميلونج، يعني مختلط، كيجي محمر. عندي الفرomاج كنشري هذاك اللي مخلط، كيجي هذاك مزيان، كندير به كلشي. وهكذا كيجي من بعد ما طيبناه في اير فراير. نتوما تقدروا ديروه في الفران. وهذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي عجبتها وجربتها تقولها لي في لي كومونتير. ما تنساوش لي جيم وتبارطاجيو القناه. وشكرا لكم بزاف، حتى الفيديو القادم باذن الله. مع السلامه.